تعالوا اقول لكم لو انتوا لعيبه ضعيفه او التحاماتكم ضعيفه يا نجوم مصر ازاي تطوروا الموضوع ده، لان الكوره في العالم كله دلوقتي بقت عباره عن قوه وسرعه. وطبعا لازم جيم يا نجم مصر، مش ملعب بس. وطبعا الجيم بقى اللي هو التقليدي اللي هو ايه واو والكلام ده كله ملوش اي لازمه، ده بالعكس ده بيقلل المرونه بتاعتك. طبعا لازم تختار مكان يكون واسع ومكان فيه الحاجات اللي احنا كلاعيبه كوره هنحتاجها للتسخين بتاعنا وكل حاجه، لان لعيب الكوره محتاج حاجه تانية خالص ملهاش علاقه بالجيم التقليدي، لان احنا كلاعيبه كوره بنحتاج دايما المقاومه في كل التمارين اللي بنعملها. وطبعا ما ينفعش تتمرن لوحدك يا نجم مصر، لازم يكون حد متخصص بيشرح لك المواضيع دي كلها، علشان كده لما بتروح جيم بتتقل ووزنك بيزيد وبيبقى الموضوع معاك غلط خالص. وطبعا التمارين دي يا جماعه مهمه جدا، يعني مش اي حد هيديك كتف هيوقعك بعد كده. والمهم تحاول تختار مكان تتمرن فيه بستارز وكوتش مع بعض. وانت كلاعب كوره يا نجم مصر لازم تدخل الكوره في الجيم بتاعك، يعني مقاومه والتحامات وكوره. ولازم طبعا يا نجم مصر تطور المرونه عندك. وطبعا انت لو وصلت هنا صلي على النبي واخبط اللايك، وهقول لك انت محتاج ايه تاني، وهرشح لك مكان كويس قوي في الحاجات دي كلها، من اول الكوره لحد تمارين تطوير السرعه، لحد اما تبقى محتاج رمل وتنزل تمارين رمل، ومش اي رمل كمان يا نجم مصر، انضف رمله في مصر. وطبعا يا نجوم مصر لان مفيش في مكان في مصر كلها في الحاجات دي كلها مع بعض، فانا برشح لك اتش بي فيتنس اللي عامل لك اوفر 25% يا نجم مصر. مش كده وبس، ده اكتر حد هيعمل لايك وشير للفيديو هياخد شهر مجاني. ولو محتاج تستفسر على اي حاجه ادخل كلمهم على الانستا ورقمهم موجود.